مرحبا وأهلا وسهلا بيكم من ما كنتوا تشاهدوني وقولوا لي سويتوا كبة الحامض شلغم لو بعدكم. تعالوا وياي خلنا نسوي الطريقة مالتي، وهاي الطريقة مالتي طبعا الطريقة القديمة، وراح أسويها صفرة. هي الطريقة القديمة أصلا صفرة، ليش؟ لأن العائلة ما تحبها حمرة يعني بها معجون. فحمست البصل هنا وضفت الشلغم مثل ما تشوفون، حمسته شوية وراح أضيف التمن عليه هم أحمسه. طبعا هنا أني منصية النار عليه، وراح أضيف هسه السلق بهاي الطريقة، وهم ما راح أحمسه هواي شي قليل. ضفت شوية من الفلفل الأسود وضفت كركم، بس هاي البهارات اللي أكتفي بيها، وشوية من الكمون فقط. بعد انتو اختيار هاي يمكم اللي تحبون النكهات مثلا، بس أنا أكتفي بهذه حتى ما يروح الطعم مالته. بما أنه هي كبة الحامض فلازم نضيف لها اللامندوزي. ومثل ما تشوفون هنا ضفت المي وضفت الملح، وانا هنا لافة الكبة. انا هنا ضفت مي حار وضفت الكبة، وراح اتركها تفور. ومن بعد ما فارت ضفت كوب من الحمص بهاي الطريقة. هنا أنا عندي رارنجاية واحدة عصرتها وضفتها، ومثل ما تشوفون صار يجنن. طبعا هنا أنا ما أعرف اللون ليش هيك صار فاتح. طبعا مثل ما تشوفون هذا اللون مالتها، مو كل الصفرة يعني. أنا ما أحب البهارات حتى ما تاخذ النكهات اللي موجودة. وعلينا وعليكم بألف عافية يا ربي.